السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب العالمين. النهاردة جاية لكم فيديو جديد وروتين. هنعمل غدا، وكمان كنت في السوق واشتريت شوية حاجات. يلا نشوف أسعار السوق ايه، وكمان الحاجة اللي أنا كنت جايباها، وهنعمل غدا ايه النهاردة. يلا كده نبتدي بسم الله ونشوف أنا كنت جايبة ايه. أول حاجة أنا كنت جايبة شنطة الرودي، عشان كانت هتروح الحضانة. طبعا خلاص بقى عندها 4 سنين، وهتبدأ بقى تروح من أول الشهر إن شاء الله، أول شهر 9 هبدأ أوديها الحضانة. كنت شارية لها شنطة من السوق. الآن هي كانت معايا في السوق، وكانت فرحانة جدا أول ما اشتريت لها الشنطة. الشنطة دي كانت عاملة حوالي 130 جنيه. يعني أنا كنت جايبة فيه أقل منها، كانت عاملة 100 جنيه، وواحدة كمان كانت عاملة 65 جنيه، اللي هي القماش العادية. فدي صراحة كانت أحسن واحدة وعجبتني. الشنطة الصغيرة 130 جنيه. تعالوا بقى نشوف أسعار السوق وأسعار الحاجة. بصراحة مولعة، وكل حاجة مولعة في السوق. تعالوا نشوف. انا كنت جايبه بتنجان، كيلو البتنجان كان عامل 10 جنيه، وكمان الليمون كان عامل 10 جنيه، والبطاطس كانت عامله 12 جنيه، والفلفل الرومي كان عامل 12 و15 جنيه، والبصل الصغير اللي انتوا شايفينه الاحمر ده كان ب17 جنيه ونص، الصغير مش كبير كمان. والطماطم كانت عاملة 10 جنيه. ده كله كنت في السوق. والاسعار كل حاجة غالية، حتى الخضرة التلاتة ب5. يعني اي خضرة التلاتة ب5، وكمان ما فيهاش. والخيار كان عامل حوالي 12 جنيه. حاجات كتيرة غالية، وكل حاجة ب12 و10، ب12 و10 و15. مفيش حاجة بخمسات، مفيش حاجة الكلام ده خالص. مش عارفة ايه اللي خلى الأسعار ولعت كده بالطريقة دي. ربنا يكون في عون الناس، اللهم امين. بصراحة كل حاجة بقت صعبة دلوقتي، مش عارفة الناس تعمل ايه. يعني كل الأسعار، الأكل، كل حاجة في حياتنا بقت غالية. مفيش إلا البني آدم هو اللي رخيص. يعني أرخص حاجة في الدنيا دي البني آدم. بجد ربنا يعين الناس، الله يكون في عونها. بجد كل حاجة بقت غالية، وكل حاجة صعبة في الدنيا دي. يعني ال100 جنيه أو 200 جنيه والله العظيم ما بتعمل حاجة. لو تروحي بيهم السوق ما بتعملكيش حاجة. كل حاجة في السوق مولعة نار. يعني أقل حاجة يكون معاكي 500 جنيه عشان تجيبي خضار. طب والله العظيم أنا بنزل بال500 جنيه ما باجيش بيهم ولا جنيه، وكمان ما بجيبش لحوم ولا أي حاجة. كلها بتبقى خضار بس. يعني كل حاجة كده غالية في السوق. ربنا يكون في عون الناس. تعالوا بقى نشوف النهاردة هنعمل غدا ايه. كده خلصنا ورصيت الحاجة. اول ما جبت كده الحاجة من السوق رصيتها في التلاجة كنت غسلاها. تعالوا بقى النهاردة هنعمل صينية مكرونة بشاميل وشوية سلطة كده. اول حاجة جبت المية حطيتها على النار، وكمان كان عندي كيس مكرونة اللي هو الملكة. انا بحب استعمل الملكة في اي مكرونه، بستعمل الملكه لان بتبقى حلوه، وكمان انا متعوده عليها. تعالوا بقى نشوف احنا هنعمل ايه. اول حاجه كده انا جبتها الميه، واول ما غلت معايا نزلت عليها بالمكرونه. هنسيبها تاخد كده غلو على النار لما المكرونه تستوي. وبعد كده كان عندي لبن في الفريزر، طلعته وعشان يغلي غلوه برضو كده، ونعمل البشاميل. تعالوا بقى نشوف التعصيجة بتاعت اللحمة المفرومة. اول حاجة كده انا كان معايا الكبة بتاعتي، حطيت فلفل الوان، وكمان حوالي 3 4 بصلات، وكمان فلفل اخضر والفلفل الالوان. ضربتهم ضربة حلوة كده في الكبة. وبعد كده هنزل بيهم على الطاسة بتاعتي، اللي هي الان نحطها على الطاسة، وهعصج بيها اللحمة. ونزلت كمان بصوا كده. دي طبعا التتبيلة، يعني البصل والفلفل الالوان والفلفل الاخضر. اول حاجة كده انا خلصتهم وحطيتهم على النار، هياخدوا كده تتبيلة على النار. وبعد كده المكرونة اتسلقت زي ما انتوا شايفين. قلت بقى اخدها دش تحت الحنفية كده، وكمان اسيبها واحط يعني ايه حبة زيت كده عشان تبقى مفرفطة كده في المصفى. تعالوا بقى نشوف اللحمة. حطيت طبعا اللحمة، وكمان التوابل: زعتر، فلفل اسمر، بهار، توابل اللحمة اللي موجودة عندك حطيه، وكمان واحدة مرقة دجاج. كل ده هتحطيه على الطاسة زي ما انتوا شايفين، وتقلبيها بقى، وتحطي الملح، وتظبطي كده التعصية بتاعت اللحمة. طبعا وانتوا شفتم البصل والفلفل بس،
ما بحطش اكتر من كده، والتوابل، وكمان واحدة مرقة دجاج. تعالوا بقى نروح للمكرونة. هنعمل قصدي البشاميل. البشاميل بقى نزلت بكذا معلقة، بحوالي 7 معالق من الدقيق مع السمنة على النار، وهنقلبهم تقليبة كويسة كده لغاية لما الدقيق يدوب في قلب السمنة. وبعد كده هننزل باللبن، بس احنا كده طبعا هنقلبها كويس جدا بالشكل ده. لازم تكون ايدك في قلب الحلة كده، وتفضلي بقى تقلبي على طول. طبعا زي ما انتوا شايفين كده هنحتاج كمان معلقتين 3 كمان. وبعد كده اقلبهم كويس جدا، وانزل عليهم بقى باللبن. هنحط حوالي نص كيلو، كيلو زي ما تحبي. اللي يعني على قد ما قدرتك، عايزة تحطي نص كيلو، كيلو. وبعد كده تزودي مية من الحنفية. طبعا انا حطيت حوالي كده نص كيلو او كيلو الا ربع. طبعا كده انا حطيت اللبن. هحط بقى كمان حوالي كوباية مية. وكمان عندي جبنة. شايفين الجبنة دي، انا هحط منها معلقتين على البشاميل، واقلبها كويس جدا، واحط التوابل بهار وفلفل اسمر، وكمان واحدة مرقة دجاج بتديها طعم حلو قوي. والجبنة حطيت منها معلقتين 3. تعالوا بقى نشوف هنعمل الصينية ازاي. اول حاجة جبت الصينية، وكمان جبت البشاميل والمكرونة. حطيت شوية مكرونة وكمان شوية بشاميل بالطريقة دي. وبعد كده بقى هنبدأ نعمل نحط البشاميل كده في الصينية من تحت، وكمان نحط طبقة اللحمة من فوق. كده كده انا خلصتها. هنبدأ بقى نحط طبقة اللحمة من فوق، ومن فوقيها طبعا طبقة المكرونة. انا ما عنديش صراحة جبنة موزاريلا، كان في الوقت ده لو كنت عندي جبنة موزاريلا كنت حطيت في البشاميل وكمان في المكرونة، لكن ما كانش عندي. المهم الجيش بيقولك دبر نفسك وايه. والمهم ان احنا الجيش بيقولك نصرف نفسنا كده. تعالوا بقى نشوف احنا هنعمل ايه. اول حاجة كده بدأت ان انا حطيت البشاميل من فوق، ما انا حطيت طبقة اللحمة، وهبدأ بقى احط طبقة البشاميل كده لما املأ الطبقة من فوق. صراحة كنت مغرقاها بشاميل، كان طعمها حلو قوي. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. اول حاجة جبت معايا بيضة واحدة، وكمان فلفل اسمر وحبة لبن صغيرين، وهقلبهم تقليبة حلوة، واحطهم بقى من على وش الصينية من فوق. وتعالوا بقى شوفوا يا جمال الصينية بقى، والطعم بتاعها حلو قوي. وبصوا كده الصينية عاملة ازاي. هندخلها الفرن بقى تستوي. وتعالوا نشوف اول ما تستوي قولوا له ايه رأيكم. وكده انا كنت مدخلاها الفرن وطلعت. قولوا له ايه رأيكم. عايزاكم بقى تقولوا ايه رأيكم في صينية البشاميل. والله مش قادرة اقول لكم، كانت الريحة والطعم حلو قوي بصراحة. صينية مكرونة بشاميل حلوة قوي، بس بصراحة انا دخلتها خدت وش تاني، لاني كان فيها اللي هو الصفار البيض اهو، فدخلتها تاني يعني حمرتها زيادة شوية. المهم قولولي ايه رأيكم في الكومنتات. اتمنى يكون الفيديو عجبكم النهاردة. يا ريت بقى لو اول مرة تشوفيني اعملي لايك واشتراك عشان يوصلك مني كل جديد. ونشوفكم على خير ومع السلامة. ونشوفكم في فيديو جديد ومع الف سلامة.